يلا بسرعة اعمليها. هاتي الكبة وهاتي بصلتين متوسطين، هنضربهم كده حلو في الكبة كويس جدا. هنجيب كمان ربع كيلو من اللحمة المفرومة، عليها ب10 جنيه دوش اللي هو الدهن يعني. هنعصر البصلاية وهننزل بيه البصلتين وهننزل بيهم كده على اللحمة. هننزل بنص كوباية من البرغل المنقوع ومتصفي كويس جدا. هننزل بفصين 3 من التوم، وهننزل بالتوابل: بصل بودر، توم بودر، بابريكا، اللهم صل على النبي، فلفل اسود، كمون، وبهارات من اللحمه. هندعك كل الكلام ده كله في بعضه بالشكل ده كده. بعد كده بقى ايه، ونسيبها بقى ترتاح ربع ساعه نص ساعه. بعد ما سبتها ترتاح بقى نص ساعه، جبت هنا بقى اللحمه بتاعتنا، ودي ميه البصل طبعا اللي احنا عصرناه منها. نحط فيها معلقه صغيره من السكر ومعلقه صغيره من البابريكا. ماشي، نقلبهم كده كويس مع بعض. بعد كده بقى ايه، نجيب المعلقة او السيخ او الشوكة، اي حاجة عندك متوفرة هنشتغل بيها عادي. بس كده جبنا بقى هنا الصينية وهندهنها كده بالفرشة زيت بسيط يعني. بعد كده هنبتدي بقى نشكل الكفتة زي ما احنا شايفين كده، نبل ايدينا من مية البصل. ونصبع كده الكفتة زي ما احنا شايفين. يعني عايزاكم تكبروا كده الصباع زي ما بنجيبه من بره كده، عشان يبقى شكله ايه لطيف كده ولذيذ يعني. تمام. هنرصه كده في الصينيه زي ما احنا شايفين بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان الوصفه دي حلوه جدا، وكمان بتضاعف معاكي الكميه كويس قوي. وربع كيلو ممكن تعملي يعني، من ربع كيلو يعني هيدي معاكي كميه نص كيلو كفته هتجيبيه من بره وبأرخص حاجه يعني. آم، شوفي انتي مثلا جايبه ربع كيلو هيعمل معانا كميه حلوه. عكس ما نجيب نشتريها من بره، هنشتريها بقد ايه بقى. فبس كده، ربع كيلو هنحوله لنص كيلو، كيلو الا ربع، زي ما هو بقى مدي معاكي. انا هنا خلاص صبعت كده كل الكفته والكميه اللي معانا، بصوا. وانا كمان مكبره الصباع، يعني اللي هو مش عاملاه صباع كده. هنحطه بقى على الرف اللي في النص لمده ساعه الا ربع او نص ساعه. هيطلع معانا بقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. شايفين من جوه مفرغه ازاي وحلوه جدا. اتمنى تجربوها، واتمنى بقى ان انتوا تشتركوا في القناه وتعملوا لي متابعه، وكمان عملنا معاها طبق سلطه كده لذيذ. اشوفكم على خير ان شاء الله.